مزعيك فام بودكاست. سايس خوك. أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، نترككم الآن مباشرة مع الندوة الصحفية التي يقوم بها حسن سامانتا، الناطق الرسمي بالحي الوطني. هذه الندوة الصحفية قام بها حسن سامانتا لكشف الحقائق التي حدثت في الحي الوطني. إذن تفضل مباشرة مراسلنا من هناك، يعني أبو العلاء الحفيان. أبو العلاء تفضل يعني مباشرة نعطينا ندوة صحفية متاع حسن سامانتا. عفوا سامحونا. قلنا السلام كل بالضبط. مرحبا بكم في كونفيرونس توبليس هذيا اللي نعملها انا اليوم حسن سامانتا، الناطق الرسمي تاع الحي الوطني. اليوم في كونفيرونس هذيا توبليس نكشف لكم مع حقائق اللي صارت في الحي الوطني. نبدو مع بعضنا الريكتومون بحقيقه نمرو 1. الحقيقه الاولى اللي هي شريط ملابس الداخليه تاع بيا الذيبه اللي تسرقت وهزوا منها حوايجها. المتهم في القضيه هذه هو النمس والدبوم أصيل حي اللوطاني. هذا خير تلقى تدريبات مع خنيزر. المتهم هذا نذكر عزيزي اللي حاضرين مازال في حالة فرار. نمشوا إذن لنهار 8/8/2013، نهار الفاجعة اللي ضربت حي اللوطاني بعد ما حرقوا حانوت الروجة عجيل. نذكر إذن بعد التحريات اللي قام بها حي اللوطاني بالناس اللي فيه، عرفنا متهمين شكون. المتهمين هم عزيز دليون، سمير سيربون، نوري شامبرير، والعدود ديلام شهيرايا غرته. نذكر الثلاثة مازالوا من القضية ذي في حالة فرار، ووقي قبض على عزيز دليون. ونعطوكم تو الركتومون في النايف تسجيل يعترف فيه بالتهمة موجهة ليه. مازي يسمعوها شقيل. نحب نتوجه برسالة مدام توصيبون أنا في الحبس. أخويا أنا حرقت حانوت الروج العجال، أما بيناتنا في اقتياف ياسر المنصف في العفو عامية، وربي يخليك ياسر المنصف يا حبيب المساجين. إذن كما سمعتوا متهم استعرف القضية هذه. يمشوا توا لنهار 9/8/2013. الحدث الثالث اللي صار في حي اللوطاني هو مداهمة منزل الحبيب ميغالو والعثور على أسلحة تتمثل في أيدي بال، كذلك بقيمة 1,000,000 حجر بلوكاج، كذلك زوز براوة شرشور، 3 فرودة متاع ماء، وزوز قنابل يدوية من نوع بني، وكذلك عثور على قائمة اللاعبين تاع منتخب اللي يلعبوا مقابلة الراس الأخضر، وكذلك بلون تاع سطح بيا الذيبة. وفا السلطات المعنية يحم وديهم جو ورقة مكتوب فيها خنيزر هو ثاني، وهذا الدليل انه خنيزر كان مستهدف بعد مداهمة تاع دار حبيب ميغالو. اذا نوصلوا توا لنهار 18/8/2013، وين تم والحمد لله بعد ما الجماعة كل حطوا قلب في قلب وتمكنوا ما قبض على الأسعد موفمون وكمال بوبيل وزديس والري والدكب والأسعد كوير. هذا كل متهمين في أحداث سفارة لاكانيا الأسبوع الفارط. كان هذا يعني بعض كشف حقائق تاع مشاكل اللي صار في حي اللوطاني. كل ما فما جديد نوروكم بيه. ميرسي بوكو. واضح. إذا أعزائي المستمعين والمستمعات، كنتم مباشرة معنا الآن تسمعوا في الندوة الصحفية اللي قام بها الحسن سامانتا لكشف حقائق ما حصل في الحي الوطني. كل ما فما جديد نرجعكم في المباشرة. إلى اللقاء. عفوا سامحونا. سايس خوك. مزعيك فام بودكاست.